أهلا بكم في جامع العرب. الله أكبر. وقصة المسجد بدأت في 715 ميلادية. جه جيش من المسلمين بقيادة القائد مسلمة بن عبد الملك، وكانوا جايين لهدف واحد بس، وهو حصار القسطنطينية وفتح القسطنطينية في المحاولة الثانية لحصار القسطنطينية. وفضلوا سنة في الحصار وفي محاربة البيزنطيين، ولكن بعد سنة تم الاتفاق ما بينهم على إنهم يستقروا في المنطقة دي، وفضلوا في المنطقة دي وهي منطقة جلطة. فضلوا في المنطقة دي 7 سنين في المنطقة هنا. بصوا المسجد اهو، عرب جامع 750 ميلادي 95 هجرية، واسم القائد العظيم مسلمة بن عبد الملك. وده كان أول وجود إسلامي حقيقي في المنطقة دي. لكن بعد 7 سنين جيش المسلمين رجع لدمشق، والبيزنطيين استغلوا غياب الجيش ورجعوا استولوا على المنطقة دي، وبدل ما يهدوا الجامع حولوه لكنيسة. المكان ده فضل كنيسة تقريبا 700 سنة. لما محمد الفاتح دخل القسطنطينية سنة 1453 بدأ يدور على الأماكن اللي كان فيها أثر للمسلمين، ولما عرف إن المكان ده كان جامع زمان أمر إنهم يرجعوه تاني بيت من بيوت ربنا، وسموه جامع العرب عشان يفضل اسمه شاهد على أول وجود عربي هنا. Caminin ismini de Arap Camii yapıyor. Yani Mescid-ül Arap yapıyor. Çünkü Şam bölgesinden gelenler buraya yaptığı için burasının ismini değiştirmiyorlar. Mimari yapısı da Osmanlı usulü değil, Arap tarzı. Endülüs değil mi? Endülüs ve Arap öyle diyelim. Hem Endülüs hem Arap tarzı. 1590'lı yıllarda Endülüs'ten gelen Müslümanlar, o bölgeden gelen Müslüman Araplar öyle diyelim, Endülüslü Müslüman Araplar da buraya yerleştiriliyor, bu bölge. Buranın ismi hala Arap Camii Mahallesi. Bu mahallenin ismi Arap Camii Mahallesi. İstanbul fethedildikten sonra yapılan bütün camilerde kubbe var ama bizim bu Arap camimizde kubbe yok. Araplara hürmeten, yani tabi'in dönemine, o eskiye hürmeten diyorlar ki biz buraya kubbe koymayalım, düz yapalım. Yani o tarz, o bir mimari yapısı olsun. Minare için şey diyorlar, Çan Kulesi'ymiş. Sonradan Osmanlı dönemiyle beraber şey yapmışlar, üzerine bir külah koyarak minareye dönüştürmüşler ama Emevi Camii de, Şam Emevi Camii'nin minaresi de böyle. İşte Mağrip bölgesinde minareler var, buna benziyor. Tarza çok dokunmamış Osmanlı. Tamamen biraz bizim Arap tarzı diyoruz, Arap tarzı. Camimiz böyle. Güzel bir cami. İstanbul'un en büyük ahşap camisi. İstanbul'da ahşap cami. Bu camiden daha büyük ahşap cami yok. Bir de İstanbul'umuzun ilk camisi. Ezanın ilk okunduğu yer diyorlar. İstanbul'da ezan-ı Muhammed'i ilk burada okunmuş. Bu camide okunmuş. İnşallah. Allah onlardan razı olsun. Eyvallah. Sizden öncekiler. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة. ومن الحاجات اللي عجبتني كمان إن في جزء مخصص للأطفال هنا جوه المسجد، مكان بسيط كده بيقعدوا فيه يتعلموا فيه دين الإسلام، وفي نفس الوقت بيلعبوا ويتعودوا على جو الجامع من صغرهم. الموضوع مش دراسة بس، هو تربية وارتباط بالمكان ده من وهم صغيرين. أظن Hatice. Maşallah Hatice. Ne yapıyorsun burada? Ha? Ne yapıyorsun? في معلومة عرفتها جديد في المسجد من الإمام قال لي عليها إن الغرفة دي لكن هي للأسف مقفولة، يعني مش هقدر إن أنا أدخلها، ولكن الغرفة دي كانت هي الخلوة للقائد مسلمة بن عبد الملك. كانت الخلوة الخاصة بيه اللي كان بيقعد فيها وكان بينعزل أو بيقعد مع نفسه فيها أو كان بيقرأ أو كان بيصلي لوحده أو هكذا، يعني الله أعلم. ولكن في بداية المسجد هنا كان
مسلمة بن عبد الملك هو الإمام للمسجد هنا في بداية عصره. وهنا نكون وصلنا لآخر الفيديو. الحمد لله اليوم كان جميل جدا، والمسجد روحه مختلفة بصراحة. يعني أتمنى إن أي حد يشوف الفيديو ده ويعجبه المسجد يزور المسجد دوت، يعني ولو لمرة، يعني بجد هتتبسطوا. المسجد موجود في منطقة بيولو في كاراكوي. تنزل من الترام 3-4 دقايق تلاقي اليافطة موجود عليها عرب جامع، والمسجد موجود هناك. المسافة مش بعيدة أو حاجة، بالمواصلات بتاعته سهلة جدا، وهسيب لكم اللوكيشن بتاعه في الديسكريبشن إن شاء الله. وبس لحد هنا خلصنا تصوير، خلصنا الفيديو. أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم إن شاء الله. ونشوفكم في فيديو جاي قريبا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.